هل ينتقل زيزو للنادي الأهلي؟ سؤال بات الأكثر تداولا خلال الساعات الماضية، خاصة بعد تلميح نادي الزمالك بإمكانية بيعه للاستفادة منه ماديا. ولماذا قال سيد عبد الحفيظ زيزو في الأهلي؟ ومفاجأة عن رد والد اللاعب. وماذا قال الأهلي في أول تعليق له عن إتمام هذه الصفقة؟ ابقوا معنا. أشارت بعض التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية إلى دخول النادي الأهلي في مفاوضات شفوية مع أحمد سيد زيزو وكيله من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ومعرفة رغبته في الانتقال إلى القلعة الحمراء والمقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب في حال الانتقال إلى الفريق الأحمر في الصيف المقبل. وقبل ساعات علق حسام المندوق أمين صندوق نادي الزمالك على إمكانية رحيل أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الفريق للاحتراف والاستفادة منه ماديا، قائلا: كل شيء وارد ومطروح لتحسين موارد النادي، ولكن لا أفضل الحديث عن المستقبل. وفي يناير الماضي أثار سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الفريق الأول للنادي الأهلي الجدل خلال تواجده في أحد البرامج الرياضية بشأن انضمام أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك للنادي الأهلي. وأضاف سيد عبد الحفيظ خلال تواجده في برنامج تلفزيوني عبر قناة MBC مصر: المنتخب المصري ب8 نجوم من الأهلي هم محمد الشناوي وعمر كمال عبد الواحد ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومروان عطية وكهربا ومحمد هاني وإمام عاشور وزيزو التاسع ضاحكا. وواصل عبد الحفيظ المزاح قائلا: حالة ضم أحمد سيد زيزو سيكون 9 نجوم من الأهلي بالمنتخب الوطني المصري. وانا طبعا بهزر، هي مش معلومه ولا حاجه. واتم تصريحاته: طبعا اتمنى انضمام زيزو للنادي الاهلي بعد انتهاء تعاقده مع الزمالك في عام 2025 لانه لاعب كبير ومميز. وكشف والد احمد السيد زيزو لاعب الفريق الاول لكره القدم بنادي الزمالك موقف نجله من الرحيل عن صفوف القلعه البيضاء والانضمام لصفوف النادي الاحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وفي تصريحات صحفيه ادلى بها مصطفى السيد والد زيزو، اكد ان نجله تربطه علاقه قويه بجميع اللاعبين، والشناوي صديقه في المنتخب، والحديث اللي دار بينهم عقب مواجهه القمه طبيعي للغايه. واضاف: بعض الجماهير ربطت زيزو الحديث مع لاعبي الاهلي بانه يرغب في الانتقال للمارد الاحمر، لكن تعاقده مع نادي الزمالك يتبقى في عامين وهو يحترم ذلك، وسيكون رحيله عن طريق بيته والنادي الذي شهد توهجه. وانهى: لا يمكن لنجلي ان يرفض الحديث مع لاعبي الاهلي، خاصه انهم زملاء في المنتخب، ويجب ان تهدأ الجماهير عليه ولا تعامله بسبب مستوى الزمالك المتذبذب مؤخرا، لكنه سيعود قوي كما عاهدناه. وعلق مصدر مسؤول داخل النادي الاهلي على الانباء التي ترددت في الساعات الماضيه بشأن دخول المسؤولين داخل القلعة الحمراء في مفاوضات قوية مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة لواتس كورة: لا صحة لما تم نشره خلال الساعات الماضية بشأن الدخول في مفاوضات قوية مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك من أجل ضمه في الصيف الجاري، ولن نتحدث مع اللاعب لا من قريب أو من بعيد، ونمتلك قوام أساسي، وكولر لم يطلب ضم اللاعب. كرة القدم بنادي الزمالك من أجل ضمه في الصيف الجاري، ولن نتحدث مع اللاعب لا من قريب أو من بعيد، ونمتلك قوام أساسي، وكولر لم يطلب ضم اللاعب.